هناك باذن الله. وماتش صعب طبعا، وربنا يكرمنا يا رب ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه هناك ونصعد دور الثمانيه باذن الله. كان هيبقى في ضغط كبير على ان انتوا تهاجموا وتجيبوا هدف، وفي نفس الوقت ان انتوا تدافعوا، هتقدروا تلتزموا بالجانب ده؟ انا شايف ان اللعيبه كلها عندها خبرات دلوقتي، اللعيبه كلها احنا عندنا 10 لعيبه في المنتخب او اكتر من 10 لعيبه، ومعنا جهاز كويس جدا بقياده مستر فيرا، ان شاء الله يقدروا يديروا الماتش بشكل كويس ان شاء الله وربنا يكرمنا باذن الله. النتيجه صعبه يعني 1-0، النتيجه مش مطمئنه خالص، هتبقى المباراه هناك هيبقى في ارضيه ملعب صعبه، الاكسجين قليل، هتتعاملوا مع الظروف دي كلها ازاي؟ اكيد الجهاز الفني هيتكلم معانا في الحاجات دي كلها، اللعيبه هتقدر تنظم نفسها في الماتش. احنا عارفين احنا عايزين ايه من الماتش، احنا صعبناه على نفسنا من هنا وان شاء الله نقدر نخلصها من هناك باذن الله. الماتش طبعا اكيد صعب، واحنا استعدينا، كسبنا ماتش الشرطه وكسبنا ماتش الداخليه، فان شاء الله نروح عندنا ثقه ان شاء الله هناك ونتاهل من هناك ان شاء الله. كان الماتش صعب، النتيجه صعبه هنا 1-1 مش مطمئنه خالص، شايفين ان انتوا هتقدروا تصعدوا؟ اكيد الماتش صعب علينا طبعا، احنا المفروض نكسب هنا 2-3 عشان نستريح هناك، بس يعني احنا الحمد لله عملنا برده ماتش قدام فيتا كلاب هناك كويس وتصعدنا من هناك، فان شاء الله يعني نقدر نصعد ان شاء الله من هناك ان شاء الله. تواجهوا زي نقص الاكسجين، صعوبه الملعب، الحاجات دي مستر فيرا اتكلم معاكم في ايه؟ لا والله احنا نروح قبل الماتش بيوم، عشان يعني المفروض يا اما تروح قبلها بفتره كبيره، يا اما قبل الماتش بيوم، والدكتور مصطفى هيسبقنا كمان على هناك عشان يشوف الموضوع دوت، فربنا يسهل.